عمرك حسيت ان جواك كلام كتير بس مش في حد سمعه؟ دي همسة حكاية ليكم. عارفين ان في حاجات كتير في حياتنا بتبقى بسيطة جدا، بس احنا اللي بنكبرها جوه دماغنا. وساعات الواحد بيقعد يفكر في مشكلة صغيرة جدا ويخليها تكبر لحد ما تبقى حمل تقيل على نفسه وعلى قلبه، وبنقعد نفكر فيها كتير وفي اللي حصل وفي اللي ممكن يحصل، ونفضل نسأل نفسنا أسئلة مش ليها إجابة. طيب لو وقفنا لحظة كده وسألنا نفسنا، هو كل ده يستاهل فعلا؟ طب كام مرة في حياتنا زعلنا على حاجة وبعد فترة اكتشفنا انها ما كانتش مستاهلة كل ده؟ طب كام مرة شلنا هم بكرة وبكرة جه عادي جدا وعدى؟ والحقيقة ان جزء كبير من تعبنا في الحياة مش من اللي بيحصل حوالينا خالص، لكن من طريقة تفكيرنا احنا فيه. احنا اللي اوقات بنفضل نرجع للموقف ده 1000 مرة، بنفكر فيه بطريقة تخلينا نتعب اكتر. لكن لو بصينا للحياة بهدوء شوية، هنلاقي ان اغلب الحاجات اللي كانت شاغلة بالنا من سنة او حتى من كام شهر خلاص اختفت وعدت وبقت مجرد ذكرى مش اكتر. والدنيا اصلا بطبيعتها بتتغير، مفيش حاجة بتفضل زي ما هي، والزعل بيتغير والظروف بتتغير وحتى الناس والاشخاص نفسها بتتغير. وعشان كده اوقات الواحد محتاج يعمل حاجة بسيطة جدا، ان هو يخفف عن قلبه ما يشيلش كل حاجة لوحده، ما يحطش كل الحمل على نفسه بس. وفي ناس كتير حوالينا بيبقى شكلها قوي جدا، لكن في الحقيقة ان هما جواهم تعب كبير جدا، وبيضحكوا وبيتكلموا وبيهزروا ويبان ان كل حاجة تمام، لكن بيكون جواهم كلام مش حد سمع ولا شايفه اصلا. ويمكن عشان متعودين يقولوا دايما ان احنا كويسين حتى لو هما نفسهم مش كويسين. بس الحقيقة ان مفيش حد لازم يكون قوي طول الوقت، ومش في حد مطلوب منه ان هو يشيل كل حاجة لوحده. كل واحد فينا محتاج لحظة هدوء كده مع نفسه، ويهدى وياخد نفس عميق ويفكر ان الحياة مش سباق لازم نجري فيها طول الوقت. واوقات كتير ربنا بيبعت لينا رسائل بسيطة قوي، يمكن في موقف صغير او كلمة من حد، او حتى لحظة هدوء في يوم طويل. الرسائل دي بتفكرنا ان مهما كانت الدنيا صعبة، فيها برضو لحظات جميلة تستاهل ان احنا نعيشها. فكروا كده في ابسط الحاجات اللي ممكن تفرح قلوبكم، ضحكة صادقة من حد بنحبه، او دعوة حلوة من حد طيب كده، او لحظة هدوء من بعد يوم طويل، او حتى شعور ان ربنا شايف تعبنا ده وسامعه وسامع اللي احنا بندعي بيه. والحاجات الصغيرة دي ممكن تغير يومنا كامل، ويمكن تغير احساسنا بالحياة كلها. رمضان بالذات بيجي كل سنة عشان يفكرنا بالحاجات دي، يفكرنا ان القلب محتاج يهدى شوية، وان الروح محتاجة تقرب من ربنا اكتر، وان الدنيا مهما كانت سريعة لازم نلاقي في لحظات فيها ابطأ شوية ونبطأ فيها من اللي احنا بنفكر فيه. مش لازم كل حاجة تبقى مثالية، مش كل حاجة لازم تبقى ماشية زي ما احنا مخططين، لان في اوقات كتير بيكون فيها الخير في الحاجات اللي احنا مش فاهمينها دلوقتي. يمكن موقف ضايقنا كان سبب ان هو يخلينا اقوى، ويمكن حاجة كنا فاكرين ان هي خسارة كانت في الحقيقة بداية لطريق احسن بكتير. والحياة مليانة مفاجآت ومليانة دروس، وكل يوم فيها بيعدي بيضيف لينا حاجة جديدة حتى لو احنا مش واخدين بالنا منها. عشان كده حاولوا مش تضغطوا على نفسكم زيادة عن اللازم، وسيبوا مساحة لقلبكم يهدى حبة، وسيبوا مساحة للأمل ان هو يعيش جواكم. وافتكروا دايما ان ربنا شايف كل حاجة بتعملوها، وشايف التعب والصبر اللي احنا فيه، وشايف المحاولات الصغيرة اللي يمكن مش حد يلاحظها اصلا. ويمكن في يوم قريب جدا تلاقي ان كل الصبر ده كان بيجهزكم لراحة اكبر بكتير من اللي انتوا تتخيلوها. فلو النهاردة حاسين بتعب او ضغط او حتى شوية حيرة، حاولوا بس تهدوا لحظة بس وتاخدوا نفس عميق. فكروا كده ان بكرة ممكن يبقى اجمل، وان ربنا قادر يغير اي حال في لحظة. والاهم من كل ده مش تنسوا تكونوا طيبين مع نفسكم قبل اي حد، لان القلب اللي بيرحم نفسه بيعرف يكمل الطريق. وفي وسط زحمة الايام حاولوا تفتكروا ان كل واحد فينا بيحارب معركة بطريقته، ويمكن اللي قدامنا بيبتسم لكن جواه كلام كتير مش حد سمعه. عشان كده خلوا قلوبكم دايما اهدى، وخلي عندكم امل ان الايام الجاية ممكن تكون احن واجمل بكتير من اللي فات. يمكن كلمة بسيطة تريح قلبكم، ويمكن لحظة هدوء تغير احساس يوم كامل. وعشان كده حاولوا تنشروا الطيبة حتى لو كانت بكلمة صغيرة. ودي كانت همسة حكاية، ولو وصلتوا لحد هنا سيبولي قلب في التعليقات، ونشوف بعض في حكاية جديدة بكرة ان شاء الله. مش تنسوا تعملولي لايك واشتراك.